أخي لاحق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله تعالى على الإنسان كثيرة لا تعد ولا تحصى. هذه النعم كيف يستشعرها الإنسان، وكيف يعيش معها، وكيف يشكر هذه النعم؟ نعم الله كثيرة والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. وأهم نعمة هي نعمة الإسلام. نعم. الله تعالى جعلنا من المسلمين. الحمد لله. هذه أعظم نعمة للإنسان. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. والنعمة يعني الله تعالى حل علينا هذا الشهر الفضيل. نعم. نحن بالتوب الصحة والعافية. الحمد لله. لذلك يعني وجب علينا الشكر لله سبحانه. ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا هذه النعم تستوجب ماذا؟ تستوجب شكر الله تعالى. نعم. بالقلب وباللسان. نعم. جميل. بالطاعات والتقرب إليه. نعم. وكلما تقربنا لله تعالى أكثر زادنا النعم أكثر. ما شاء الله. لأزيدنكم، هناك زيادة. نعم. بشكر الله تعالى للنعم تحصل الزيادة. نعم. لاحق ما شاء الله عليك، يعني هذه الإعاقة التي ابتليت بها كيف سخرتها أنت وجعلتها يعني في استغللت هذه النعمة لأن تكون شاكرا لها؟ كيف تستغل وقتك الآن في هذا الشهر الكريم؟ بماذا تقضيه؟ الحمد لله رب العالمين. نقضي الصباح بالدوام. ما شاء الله. في قناة الاستقامة. ما شاء الله. الحمد لله. ثم القراءة، زيارة الأهل أو الأهل يجي معنا. ما شاء الله. وهذا يعني الحمد لله. شيء تتابع برامج وثائقية دينية في هذا الشهر الكريم؟ نعم برامج دينية. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. بارك الله. إذن هذا استغلال لهذه النعمة وهذا الفراغ الذي لديك تستغله في هذه البرامج النافعة التي تعود إليك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك أستاذ. ما شاء الله. منور. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. بارك الله فيك.